أكرم عفيف وأحمد باسل كلهم بانتظار خالد الطريس ليعطي القرار في تنفيذ ركلة الجزاء. أكرم عفيف جول! الزعيم السداوي يتقدم عن طريق أكرم عفيف في أول هدف شوط المباراة الأول. أكرم نجح في تسجيل الهدف الأول باللقاء. كرة كانت صعبة على حارس المرمى أحمد باسل وضعها في الجهة المقابلة. سجل أكرم لفريق أول أهداف المباراة. هذه الإعادة لركلة الجزاء، وهذه تنفيذ ركلة الجزاء من أكرم عفيف. أحمد باسل في اتجاه وأكرم عفيف أخذ اتجاه آخر ليضع السد في اتجاه دور نصف النهائي، ويتقدم للسد بهدف مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول. السد 1-0 في شوط المباراة الأول عبر أكرم عفيف وعبر ركلة الجزاء. مع الشرطة عرضية الكرة لمنطقة الجزاء مبعدة من ماتيوس أوريبي. تعود الكرة بتسديد. الله! هنا وقف الصورة، هنا وقف الكاميرا، هنا وقف اللقطة، هنا أمامك أحلى لقطة سجلها الشرطة. 1-1. النتيجة ترجع مرة ثانية للشرطة العراقي بهدف رائع من مسافة بعيدة من يعيدة ونشوفه مرة ثانية في لقطة جديدة. هدف التعادل اللي جاء من مكان بعيد في صورة ولا أروع، في صورة صعبة على مشعل برشم، جاءت في الزاوية الصعبة على مشعل برشم. قلت لك الكرات الثابتة واحدة من الحلول، وهذه الكرة جاءت من مسافة بعيدة. صعبة يا مشعل، صعبة يا برشم، من بعيد أرسلها ووضعها. هدف تعادل أعاد معها الشرطة من جديد في المباراة بنتيجة التعادل. هدف لمثله للشرطة العراقي من مسافة بعيدة. أمير صباح آسيو محمد يستعد الآن من أمام مشعل برشم والشرطة من علامة الجزاء. هل ينجح فيها آسيو محمد؟ آسيو محمد تقدم. آسيو محمد بالضبط لعبها مثل ما لعبها أكرم عفيف، وسجلها مثل ما سجلها أكرم عفيف، وتقدم الشرطة مثل ما تقدم السد. هدف ثاني لصالح الشرطة العراقي. الشرطة يتقدم في المباراة بثاني أهدافه في المواجهة. الشرطة أصبح متقدما على السد. الشرطة يضع قدما على نصف النهائي عبر آسيو محمد، ومن علامة الجزاء يسجل ثاني أهداف فريقه بالمباراة. النتيجة 2-1. شوف اللقطة أمامك، آسيو محمد اللي تقدم وبغداد بنجاح تسبب بركلة الجزاء. ومن هنا آسيو لعب كرة صعبة على برشم، صعبة كانت على برشم، نفس الطريقة اللي لعبها أكرم عفيف. ليس أول الواصلين إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية. الشرطة يستعد لإجراء تبديل جديد في شوط المباراة الثاني مع تقدم الكرة وتسديد. الله! سلامي على الشرطة، سلامي على أبناء العراق، سلامي على أبناء الرافدين. هدف ثالث جميل بجمال العراق وبجمال عناصر الشرطة وبجمال مدربهم أحمد صلاح. أطلقوا صاروخ جديد في المباراة وأعلنوا التقدم بفارق هدفين. هذه المرة وسعوا الفارق من يسارية قوية. أحمد فرحان، شوف التسديدة. مشعل برشم كان الله في عونك. مشعل برشم في موقف لا يحسد عليه، في موقف لا يحسد عليه أمام هذه القاذفات اللي تتوالى من الشرطة. وهذه أحلى لقطة من الشرطة، وكم لقطة كانت رائعة من الشرطة. الهدف الثالث بتسديدة من بعيد جاءت في مرمى مشعل برشم. الهدف الأول هو يعاني الأمرين في المناطق الدفاعية ولا يعود في المباراة للتعديل. هذه الكرة تسدد إلى رابع. الله 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 الله!
الشرطة بالأربعة ما أروعة. الشرطة يتفنن بشباك السد من كل الاتجاهات، من كل حدب وصوب، يقتل مرمى مشعل برشم من كل الاتجاهات برباعية، يصل إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية برباعية رائعة. السد يتقدم بالهدف الرابع، هذه المرة يضيف هدفا رابعا في المباراة، يتمكن من تسجيله في مرمى السد للمرة الرابعة والمرة الثانية. آسيو محمد يسجل ثاني أهدافه في المباراة ورابع أهداف فريقه في المواجهة. السد انهار، السد انهار، السد انهار في هذه الليلة في مواجهة أحمد صلاح ورجاله في ملعب المباراة. تمكنوا من تسجيل الهدف الرابع. رباعية للشرطة الذي أبدع في مباراة هذا المساء، أبدع كرة أحمد باسل أخطأ فيها، ترجع لأكرم عفيف استغلها. أحمد باسل اقترف خطأ، أتاح للسد أن يقلص الفارق ويصبح على بعد هدفين. برافو بغداد بنجاح، ما كان فيها أناني، على طول فكر بأكرم عفيف لأنه الوقت لا يسمح، الوقت لا يسمح بالنسبة للسد ولبغداد بنجاح بأن يلعب بأنانية في هذه اللقطة. فكر بأسلوب صحيح وبطريقة صحيحة، لعب الكرة لأكرم، أكرم مباشرة في المرمى، أتاح الفرصة لفريقه إلى أن يبقى على بعد هدفين في هذه الأوقات.